انتظر. هل ستبقى هكذا؟ كل عام نفس القصة، خوف، توتر، وتأجيل. دائما تقول مع نفسك لا زال الوقت، لكن الأيام تمضي. بالطبع. هل تعتقد أنها ستنتظرك؟ من الغباء التفكير هكذا، لأنك ستجد حياتك عبارة عن فشل. كن متأكدا عزيزي المشاهد بأن اللحظة التي ستبدأ فيها ستكون بداية النجاح. لكن اتبع ما سأقول. تحضيرك يجب أن يكون بذكاء وليس بالساعة. الحفظ وحده لا يكفي. طبق كل ما تعلمته، ثم أعد شرح الدرس مع نفسك. ستجد نفسك متمكنا منه. الفرق بين الناجحين وغيرهم هو الانضباط. تذكر دائما: تعب اليوم